السلام عليكم يا أحلى متابعي سلطانة، مرحبا بكم. اليوم جيت وجبت لكم قصة بطبيعة الحال من الواقع. كنتمنى تلقاكم في أتم الصحة والسلامة والعافية. قبل ما نبدا قصة اليوم ما تنسونيش بلايكاتكم وتعاليقكم الزوينة. إوا يلا نصليو على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا ناصرة، جيت اليوم باش نشارك معكم الحكاية ديالي ونحكي لكم على مجرى ليا وعلى موقع ليا في حياتي. هادشي اللي وقع ليا وقع في الزمان يكون عندي عقل اليوم ما دارش بيا. ما كنتش عارفه بلا الغدر كان وكاين شي نوع الا خسر في الحياه ما يخليكش انتي رابحه، تيتبعك في الحاجه المميزه عندك، تيتبعك في حياتك وفي ساعاتك، خصوصا في زواجك انك كنا بحال بحال، رغم كنا صحابات بمعنى الكلمه او خواتات. دارت الايام ولينا عدوات. المهم بلا ما نحرق لكم مراحل حكايتي غندخل فيها مباشره. انا بحالي بحال كل وحده تربات في عائله فيها الخوت والخواتات والاب والام ديالي، كنا بخير وما ناقصنا خير والحمد لله. الاب ديالي كان خدام علينا كيضرب تمار علينا صباح وعشيه، دراهمو اللي كانت الحمد لله فيها البركه كبرنا بيها، قرا خوتي وصلهم عطاهم، برينا بهم الدار والحمد لله. وفي الاخير حج هو والام ديالي. الام ديالي كانت من هذوك النساء اللي درويشات واللي معقولات وجديات في نفس الوقت، وكانت حادقه واحد الحداقه اللي كلشي كان لاحظها فيها، وكدير المزيان مع العائله ديال الاب ديالي اللي كانوا صعاب فوق الزايد. انا ديما كنت كنقول لمي علاش انتي هكا، علاش عماتي كيظلموك وعمامي لدرجه كيتعداو عليك وما كتهضريش يا امي، علاش نتيا حاسه بهاد الحقره وساكته من نهار اللي عرفناك. امي مسكينه كتقول لي شوف يا بنيتي، نسى فيهم وفيهم وانا وحده منهم. انا بنيتي كون ما هاد الصبر كاع ما نكبركم، كون طلقت بيكم شحال هذا. قلت لي اياه بنيتي، انتي لاحظتي بلا عماتك وعمامك قباح فيا بلا كيجبدوني وكيهضروا فيا، ولكن اللي مسكتني هو باك بمعاملته معايا طيبوبه اللي فيه. ما بغيتش نخسرو بسبب عائلته، ما بغيتش نهدم هاد البيت اللي طلعته بنيته بسبب عمه ولا عم اللي طيش. بنتي هذا هو الزواج فيه الصبر. قلت لها امي راه تيدبر. قالت لي وهذا الشيء اللي بغات الوقت بنتي. قالت لي نفرض انا تشديت مع العمه ديالك اولا العم ديالك وتفارقت مع باك، علاش هادشي كامل؟ علاش نضيع حياة باك اللي مسكين ممسك بيها واللي كيخدم عليها واللي كيضرب تمار عليها بسبب اختو؟ نضيع هادشي لا بنيتي، ما بقى قد ما فات. اللي تزوجات واللي خرجت البلاد خرجات واللي بقات. الام ديالي كانت ولاده وكتولد بنات ولاد. ام ديالي ما على بالهاش، ما دايراش اقراص من على الحمل، لا طالقاها لا هي لا الاب ديالي. المهم انا في هادشي كامل عندي صاحبتي اللي كنت عارفاها قبل ما نتزوج بطبيعه الحال، صاحبتي اللي كنت عزيز عليها وكانت عزيزه عليا، هي منحومه وانا منحومه. صاحبتي اللي ما كناش كنتفارقوا نهائيا، درجه كتبات عندي ونبات عندها، الثقه الزايده بيناتنا. مرت السنين وتزوجت قبل مني. الوقيته اللي تزوجت دارت عرس هو نيت صراحه، ما رضاتش ليا غير انا، على عائلتي كامله وعلى الجيران والصحابات. فرحت ليها العرس ديالها، واحد ولد الناس الله يعمر ليه الدار، كبر بيها ودار لها واحد العرس اللي عمرها حلمات هي اصلا ولا حنا حلمنا نكونوا فيه. عرس اسطوري ملكي، عرس اللي كلشي شطح، والخيرات اللي هابطه عليها والخيرات اللي فيه سبحان الله. الوقيته اللي تزوجات مشات لشهر العسل مدينه طنجه، دوزات هذاك الشهر بخير وعلى خير وكتهضر ليا وكتقول لي اش واقع وكيفاش كيتعامل معايا راجلي، يعني كانت ثقه فيا، ماشي كتقول شويه وتخلي كلشي، لا كلشي كانت كتقوله. ايوا دات هذاك الشهر بحال تا انا دوزت معاها شهر العسل. وقيته اللي جات لدارهم، مشيت عندها وجلست معاها والصراحه داك الشهر تبدلات وغلاضت فيه وجا معاها الزواج، والراجل كان معاها سخي، داك الشي باين على الجسد ديالها، يعني بالسرب الخاتم البراسلي الكورمات السنسله طوينقات، تهلا فيها. ايوا جلسات هذاك النهار والغد مشات للدار ديال عقوسه اللي غادي نقول لكم مرا كبيره، وصاحبتي عندها اللواس واللوسات بزاف، واخا هكاك عايشين بخير ولا خير ولاباس عليهم فوق الزايد. انا قلت لكم حنا بخير ولكن هما اكثر منا.
صافي كنت سامعة انا وياها بالتليفون. واحد النهار صونات ليا وقالت لي جي عندي، بغيتك. كانت حدايا ميمتي، قالت لي شوفي بنيتي، انتي باقا من بنات اليوم كتلبسي وتقادي، وصاحبتك الوقيته اللي تزوج بيها راجلها قالها ديري الفولار، وصاحبتك اقتنعت بهذا الراي ديال راجلها ودارته، كتلبس طويل ومفضفض، وانتي باقا بنيتي، من الاحسن بنتي ما تمشيش عندها. وزيدون هذيك الدار فيها عيالك لواسها، وفيها اللواس باقين صغار. لا بنيتي، الشيطان كيغر، وما نبغيش شي واحد يغر الشيطان عليك وتهدمي العلاقه اللي بينك وبين صاحبتك. شوفها بنيتي، الا بغاتك صاحبتك تسامي معها في التليفون، وإلا بغات تشوفك حتى تجي عند ميمتها وسيري عندها. المهم بقيت كنتهرب باش ما نمشيش عند صاحبتي كانت باغاني وكانت نيه الصراحه، وكانت شي وحده في داك الزمان راه ما تقولش ليا جي وهي مجوجه وعندها الواس، يعني غتبغي تبعد. صافي بقيت على داك الحال كنهضر معاها، كل مره كنقول لها سبه. لقيتها اللي كتجي عند امها كتجيب ليها النقاشه وكنقشها انا وياها، كدوز هذاك النهار وكتمشي ولا كتبقى يومين. انا اللي جرى ليا واللي وقع ليا نهار اللي كتب ليا الزواج هي اللي زوجتني، وهذا الشيء اللي ضرني في خاطري. زوجتني بلوسها اللي كان مازال ما مزوج، لوسها اللي بان ليا في العرس، ولكن انا ما بغيتش نقرب لشي واحد من عائلتها، ما بغيتش يقولوا شوفوا صاحبتها دايره علاقه مع شي واحد. انا ديما كنت كنتسنى الحلال يدق الباب، وتا انا نتزوج ونعيش مرتاحه البال، ونلقى شي راجل اللي يبغيني واللي يحضنني ونولد معاه الوليدات. انا وياها كانت علاقتنا زوينه، وعلاقتنا خارج الحومه ديالنا كانت محترمه، ما كانش عندنا مع هذا ولا هذا ولا هذا، لا الا الدراسه. ما كانش عندنا مع العلاقات اللي يعني نديرو انا وياها ونخرجوا ونتلاقاو مع دراري، لا. كنا ديما تنقولوا يا ربي يعطينا شي رجال اللي يكونوا لاباس عليهم ويتهلاو فينا ونولدوا وليدات معاهم. وكنا ديما رافضين العلاقه اللي قبل الزواج تكون فاشله وما عندنا ما نديرو بها. لقيتها اللي قالت لي لوسي بغا يتزوج بيك، الصراحه فرحت، كوني اني غادي نقرب لصاحبتي، كوني غادي نعيش مع اعز انسانه ليا اللي اكثر من خواتاتي، كوني تا انا غادي نعيش الحياه اللي عايشه هي، مادام في دار وحده غنعيشو بجوجات وبخير وعلى خير. صاحبتي الوقيته اللي بغا لوسها يخطب جابتو لعندي، صراحه انا لقاني مقاده ومتوله، شافني طاح بمعنى الكلمه. درت العقد ديالي قبل العرس ديالي، المهم العرس داز بحالو بحال صاحبتي في قاعه، وعرضنا على القريب والبعيد، العائله ديالي، الخوت الخواتات، كلشي على حقه طريقه، والاب ديالي تا هو فرح لان العائله ديالو معروفه، والاب ديالي عجبوه الحال، خصوصا فاش حضروا صحابو تا هما وعرفوا بلا تناسب مع هاد العائله. انا الوقيته اللي تزوجت انا مشيت ودرت شهر العسل، الوقيته اللي مشيت تا انا لمدينه طنجه مشى معايا لوسي وصاحبتي، تا هي دوزات العطله معايا، ضحكنا نشطنا وخرجنا. تنقول سبحان الله، هذاك الشيء اللي كانت كترسل ليا في شهر العسل ديالها هذاك الشيء عشتو انا في الوطيل وفي البحر وفي الرفاهيه. هذاك الشيء اللي كرمها راجلها في الدار، تا انا راجلي كرمني بيه، وهذه عاده وتقاليد ديالهم. لقيت اللي ضحكنا ونشطنا ورجعنا وفرحنا، وجاو العائله ديالي وجابوا لي الصباح ديالي، الام ارتاحت، والعائله ديالها حتى هي كانت فرحانه في داك الوقت، خصوصا امها. اما صاحبتي خلاص راه بحال التوأم ديالها، وكان معايا عيالات الواسل اللي كانوا جوجات. الصراحه ماشي تعزلنا، كنا ذكيات، بقات علاقتنا بربعه عادي، واخا حنا جوجات اللي صحابات، كنا واحد عيالات الواسل اللي مفاهمات في كل شيء، ما كانتش المشاكل. لدرجه ان العجوزه ديالي قالت لي سبحان الله كنت كنخاف لو لقيت اللي غنجوز ولادي تنقول ما غاديش نرتاح، حيت انا العجوزه ديالي عندها اختها عندها ولادها مزوجين، وكنيناتها ديما مشكلات، ديما في الكوميسيريات، ديما مضاربات، ديما الجوق عليهم، فوضى، يعني عايشه للعذاب. خدت العجوزه ديالي، ولكن عجوزتي العكس ديالها، عجوزتي مرتاحه البال ولقاتنا حنا مفاهمات، يعني جوج صحابات مع جوج صحابات، وفي نفس الوقت عيالات الواس بربعه مفاهمات. انتي درتي هادي انا غندير هادي بلا فوضى، انتي طيبتي انا غنغسل المواعن، انتي سيقتي انا غادي نخمل،
انتي درتي هادي انا غندير هادي، كلشي مفاهم. يعني الامور كلها مزيانه وضاحكين ناشطين، ما كاين لا حسد لا حقد. بدينا كنولدو في الوليدات بطبيعه الحال. مرات لوسي ولدات تويمات، جوج بنات. وانا قال لي راجلي خرجي تولدي، حنا راه عزاز علينا الوليدات ونعمروا الدار. تا انا خرجت كنولد بعد ما تشاورت مع الام ديالي. الام ديالي قالت لي بنيتي اش غادي نقول لك، انتي وراجلك اللي فاهمين اكثر مني. انا بنيتي كنت كنفضل المراه فاش كتزوج ما تولدش مباشره، ولكن مادام بغى راجلك كنتي مقتنعه بسم الله، حتى الوليدات راه زينه الحياه. ولا ولدت الوحده وهي صغيره راه في الكبر كتلقى وليداتها. وطلبي من الله الوقيته اللي تحملي يكونوا صالحين وتكون دريه اللي تفرحك وما تشوفيش العذاب مع وليداتك، وتكوني مرتاحه البال في الكبر ديالك. ديما كنت كندعي بهاد الدعاء اللي قالت لي الام ديالي. انا ولدت بنيه، من بعد عامين ولدت بنيه اخرى، من بعد عامين ولدت بنيه اخرى. مرات لوسي ولدات قالت لكم جوج بنات. مشات ليام ودازت ليام، يعني دوك البنيات ولاو بحال بناتي. ما كنشوفش المشاكل بيني وبينها، كنشوف راحه البال، مرتاحين والحمد لله. ما كاينش الغيار بصفه عامه نهائيا. حيت الصحبه اللي كنقول حسنه. انا لقيت راسي حامله، دازت الحماله شويه صعيبه. الوحم ديالي مغاير على الوحم الاول، لدرجه كنقول راجلي هاد الكرش راه ماشي بحال بناتي بجوجات. وحسيت بها في الاخير، لقيت وليد. راجلي فرح ومرتاح البال. انا صاحبتي اللي هي مرات لوسي حتى هي خرجت حملات، ولكن هنا ما يصعبش ليا بالله غارت. وبالله يعني حيدات الكينه بسببي انا، هادشي عرفتو من بعد سنين. ولدات بنيه وانا ولد. يعني هي عقلوا على كلامي، عندها 3 البنات وانا عندي 2 بنات ووليد. درت السوا ديالي كيف ما دارتو هي، وارتاحينا وشطحنا ونشطنا. من بعد السبوع ديالي ب4 شهور بحال هكاك توفى راجلها. غتقولي لي شوق عليه. المهم كان جاي مع اللي ما بيه، وقعت يعني سياره مع سياره، من الامانه دا امانته. ماشي غادي نقول لكم ما بكاتش عليه ولا ما حزناتش عليه ولا ما تقرحاتش عليه، لا، هادشي كامل دارته. كتقولي تشويت في راجلي، تشويت في حياتي، تشويت يعني كبده ومشويه كيف ما كتقول. الناس كاملين حاروا فيها، قالوا هذه هي المراه بمعنى الكلمه. قالوا المراه اللي ما تحزن ولا تبكي على الراجل ديالها بحال هكا ما كانش كتبغيه. ولكن سبحان المبدل الاحوال، يعني المراه ما بغاش يتنسى ليها شهور اللي كانت طويله. وهذا الشيء كامل شيخي والعجوزه ديالي راه ما قالوش لها خرجي، ما قالوش لها بعدي، ما قالوش لها خلي ولادك وسيري، لا، قالوا لها بقاي حضني وليداتك وكملي حياتك في دار راجلك اللي توفى، حتى هو راه عنده نصيب فيها. وانا شيخي كان عزيز عليه لوسي فوق الزايد. من كثرة ما بكى عينو ضراتو، ولات فيها الضبابة. دار عملية، من بعد العملية توفى. مشاو تبع ولدو اللي كان عزيز عليه، مشاو تبع اليد اليمنى اللي كان يكتب بيها، مشى لسانو اللي كان يهضر بيه. صراحة كانت علاقته مع لوسي اكثر من الواسي الاخرين. وراجلي كان تايق فيه وعزيز عليه ومهلي فيه وما ضاربش الحساب من جهته. هادشي علاش بقى فيه رغم ان الاعمار بيد الله. والعجوزه ديالي حتى هي ما نساتوش. العجوزه ديالي تكرفسات وتمحنت في الغياب ديال ولدها. وها لواحد العائله اللي كتحزن بمعنى الكلمه. صافي يعني المرات لوسي معايا اللي حسبها صاحبتي وثايقه فيها، وعمرني شكيت فيها ولا قلتها تدور بيا ولا تقدرش دير شي حاجه اللي نتوما سامعين بيها وسابقين على الارمله. كنقول لها مغايره. انا كنت مرضت، والمرض يعني حق علينا. ما فهمش هذاك الشيء اللي وقع ليا. جات امي عندي وقابلاني، هي الصراحه ماشي مبعده عليا، واخا مسكينه كانت حازنه على راجلها. يعني كتقولي سبحان الله، راه شحال من وحده كتكون عايشه في النعيم وبخير كيوقع لها هادشي. وربي راه ما كيضيع حتى اجر اليتيم، يعني عندها دوك اليتامى 3 ما يضيعش الاجر ديالها، غير هي خصها تقلب عليهم بالحلال ماشي الحرام. انا اللي جرى ليا واللي وقع ليا بعد ما نط من هذيك المرضى وجات الام ديالي، ولكن الام ديالي قالت لي شوفي بنتي، مرات لوسك اللي هي صاحبتك واللي تزوجتي بلوسه واللي هي جوجاتك بيه عينيها ما عاجبينيش، عينيها خضرين بنتي، كلامها ماشي رزين.
صاحبتك ما بقاتش كيف كانت. قلت لها امي طبيعه الحال غادي تتبدل. طبيعه الحال اللي وقع ليها يلا كي بدات الحياه وضحكات ونشطات مات ليها الراجل، يلا بنياتها باقيين صغار ومشاو خلاها. طبيعه الحال امي ما غتبقاش كيف كانت. طبيعه الحال الحزن مالي عينيها، وطبيعه الحال امي راه ما مرتاحاش البال، راح حازنه وباكيه. امي واش بغيتيها تجلس معانا وتضحك معانا؟ زيدون امي انا مريضه، راه هي اللي مقابلاني وقالت لي يا بنيتي قلب الام راه كيعلم، وانا صاحبتك راه ولات تبان لي عدوتك. هضرت امي قلت عادي، راه شافت راجلها مات، ضروري هي مازال زوينه وصغيره، ضروري غدي ليا هكا باش نرد البال. صافي اللي وقع ليا هو ان بلا جوج عيالات الواسي تشادوا معاها ما بقوش باغينها، ولكن هي شو ولات كدير بعد ما الحزن تغلبت عليه وتبدلات في الداخل ديالها. قلت انا ولات قويه. قلت مزيانه صاحبتي تغلبتي على الحزن. قالت لي راه عندي البنيات، نبقى انا حازنه على باهم راه مشى. صافي اللي بغيت نقول لكم كتمشي لدارهم وكتجي عقوسي ما محجباهاش، ولكن لقات مشاكل اللي كثيره مع عيالات الواس ديالي اللي تسيفوا وتبدلوا عليها. رومتها عندي، قلت لا ما ديهاش فيهم، راه مغيرات وكيغيروا منك. انا كنت عدوه لجوج عيالات الواسي وصديقه لصاحبتي، لقيت اللي كيوصلوا ليها بعد ما وليت بخير وعلى خير كانت شاده معاهم، كنقول لهم بعدوا منها. هادشي اللي كتاب عليه يقدر يكتب على كل وحده فينا، وانا لي اخواتي داروا المستحيل حتى خرجات من هذيك الدار، داروا المستحيل حتى بعدات وسمحات في الزواج وسمحات في الدار ومشات عند عائلتها اللي طبيعه الحال عندها خوتها وخواتاتها وما ناقصهم خير، اللي كانت صاحبتي وامها عارفاها كيف قلت لكم. عائلتها اللي ولات مخليه بناتها مره كتجيبهم ولكن خرجات تخدم، حيت كنت انا وياها بالدبلومات ديالنا. بدات حياه اللي جديده وكانت موظفه ولقات هذاك الشيء اللي غادي نقول لكم مرتاح الخاطر ديالها فيه واللي بانت لي الراحه الوقيته اللي كتجي عندي اولا كنمشي عند الام ديالي كنلقاها بخير وعلى خير وكنفرح ليها، رغم ان قلت ليها كون غير بقيتي معانا. انا عيالات الواتي كيجريو عليها وانا كنجيبها حيت انا ثقه فيها. مشات ليا مداس الايام حتى سمعت بلي جراو عليها من الخدمه، مشكل اللي هو خطير. اش ولات كدير اللي صدماتني انا وقلت هذه راه تسطات بعد ما قرات ووصلات وهي اللي خرجت من الدار، يعني واخا اللي عائلات الواسي كانوا السبب كون بغات تبقى ولات كتبيع المسمان والبغرير في واحد الشارع. الوقيته اللي وصلتني الخبار مشيت عندها قلت لها واش نتي تسطيتي؟ قالت لي ما غادي تعرفي بقيمه هذا الشيء حتى يموت لك الراجل ديالك. قلت لها ويلي لا يموت ليا. قالت لي حتى انا ما كنتش ضامنه. قلت لها مالك اختي على هذه الكلمه؟ نموت علينا حق ولكن من فمك ضراتني. قالت لي انا كنت في دار نائيه وكنت خدامه، الوقيته اللي جراو عليا من الخدمه حتى خوتي جراو عليا. قلت لها واش درتي؟ جراو عليك من الخدمه وداركم جراو عليك، اذا درتي مشكل اللي هو نيت. قالت لي فاش تطيح البقره الجناوه تيكثروا والقزاره تيفرعنوا، كل باغي يدي طرف منها. ما فهمتش كلامها، مشيت وهضرت مع الام ديالي بعد ما تكلمت مع العجوزه بطبيعه الحال قبل. قلت لها امي فلانه، قالت لي نعم. قلت لها هي كانت خدامه الحمد لله بالدبلوم اللي قريت عليه انا وياها، وكيفاش حتى جراو عليها من الخدمه ولقيت اللي جراو عليها جراو على خوتها. وقالت لي اش غادي نقول لك بنتي، صاحبتك اللي كانت مرات لوساك في الخدمه كاين واحد مجوج ما ناقصو خير وعنده مراتو. لقيت اللي قربات لي سمعت الخبار، مراتو دايره وحده اللي كاينه في الشركه صورات هذاك الشيء اللي كان بيناتهم، ولقيتها اللي صوراتو بنيتي راه انتشر في الخدمه ديالها، وداك الشيء اللي انتشر الفيديوهات والتصاور شافوه خوتها وجراو عليها. عيالات الحومه فاش عرفوها هكاك نفروها. ايوا راه مشات وكرات، وهادشي علاش خرجات لهادشي. قلت لها قادره انها تدخل وتخدم في بلاصه اخرى. قالت لي لا بنيتي مراتو منعتها كاع من المكاتب، يعني شوهاتها حتى مكتب هنا في هاد المدينه ما يقبلها. ايوا قالت لي راه خرجات وكرات لبنياتها، اش بغيت دير؟ هادشي اللي كتباتو على راسها، اما كون بغات الحلال راه غادي تلقاه. صافي اللي بغيت نقول لكم يعني وليت كنمشي عندها وكيمشي راجلي يتقدى ليها، رغم ان راجلي قال لها رجعي للدار، حنا راه ماشي من هذوك العائله اللي نجراو عليك. هي كتشوف عيالات الواتي دايرين لها حاله ودارهم جراو عليها والزمان غلبها
وانا اللي حانه فيها ما حناتش فيا. غتقولي كيفاش؟ انا الوقيته اللي كيكون دايز راجلي كيمشي يتقدى واخا ما كيكونش باغيها انها تخدم، كيجيب البغرير، الواسي كيطرقوها كيجيبوا المسمن، عبوسي كتقول لهم سيروا حنوا عليها راه عندها اليتامى واخا العفريته ما بغاش تجي تسكن هنا. يعني داكشي اللي كتصوبوا الواسي كانوا يجيبوه منهم راجلي. انا اللي جرى ليا واللي وقع ليا راه قلت لكم علاقتي بقات معاها زوينه، راه تنقول ليها جي وما نخلي ما ندير عليها. انا قلت زمان دار بيها وما ندورش عليها. انا راجلي عمرو بيا ليا الغدر ديالو ولا هدر فيها الخايب ولا الزوين. حاجه وحده اللي كيقول ما كرهتهاش ترجع للدار وتجيب بنياتها وبركه عليها زوينه اللي شافها يطمع فيها. انا عادي من هاد الجهه وتنقول راجلي كيهضر على مرات خوه من حقه، ما بغاهاش تكون في هذيك الشارع لان الاسم ديال بنياتها هو الاسم ديالهم. هادشي اللي دار في بالي. انا الوقيته اللي كنمشي عندها وكنقول لها يلا وبارك عليك من هادشي وديري سيري لشي حاجه تقول لي غير خليني. الوقيته اللي كنمشي لدارنا كنعيط عليها وكتجي عندي، بعد مرات كنجيبها على الدار عكوزتي وتنخلي ما ندير عليها، تنقول لها بيتك ها هو رجعي ليه. انا كنت من هذوك العيالات الوسط الظريفات المزيانات اللي كنت نيه وما كنتش عارفه الغدر بلا كاين في النساء، واخا عيالات الواسي الاخرين نبهوني وقالوا لي بعدي الصحبه راه ما بقاتش في هذا الزمان، راه اختك تولي عدوتك الا لقاتك حسن منها. انا الوقيته اللي كنطلق بها تقول لي انت اللي عطاتك الايام ذهبك وباقي عندك، انا راني وبعتو. راجلك ووليداتك دايرين بك ماشي بحالي انا. قلت لها انت اللي بغيتي تخرجي، قالت لي مع من بغادي نبقى؟ من نهار مات راجلي كلشي شارك فيا عينيه، كلشي كيشوف فيا، كلشي كيطلع فيا، وليت غريبه في هذيك الدار. قلت لها حمدي ربي وشكري، هما كاينه شي وحده اللي لقيتها اللي كيموت راجلها كيجريو عليها خصها اللي عندها البنات. قالت لي زيديني 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 تتي قولي لي بلا ما عندكش ولد اللي جلس في هذيك الدار. قلت لها شوفي صاحبتي انت عندك غير البنات والعجوزه واللواس دايرين بك وقالوا لك بقاي، انت اللي بغيتي تخدمي في الشركه ومن الشركه رجعتي تبيعي المسمن والبغرير راه كلشي تصدم فيك. واش انت سطيتي ولا هباليتي؟ قالت لي كل كيحس براسو. المهم حسيت بكلامها قاصح بحال القرطاس كتيري فيا، حسيت بالحسد والغيره من جهته وبعدت عليها شويه. حتى نهار اللي جات مرات لوسي قالت لي لا فلانه راه ما بقات تبيع لا بغرير لا مسمن، فلانه راه بدارها وببنياتها اللي عايشه الحياه والرفاهيه وانتي باقا في هاد الدار كتربي البنيات والولد. مرات لوسك راه بخير وعلى خير. قلت لهم فينا هو المشكل؟ قالوا لي مرات لوسك اللي كانت صاحبتك واللي جوجاتك لوسها وداتو ودارت به يد مدومه الوقيته اللي كان يمشي يتقدى من عندها، لقيتها اللي كنتي ترسلي القفه ليها ويتقدى ليها، طيحاتو في الشبكه وراجلك بغاها. تلويلي كيفاش هذا الراجل يبغي مرات خوه؟ قالوا لي ايه. قلت لهم حاجه وحده اللي نقول لكم، ما تقولوش بالله عرفت، خليها اللي كتغدر كتجيبها غير في راسها، خليها مرخصه راسها، خليها يمشي عندها ويضحك عليها ويدوز الوقت بها. قالت لي يا عيال، قالت لي مرات لوسي ربما يتزوج بها. قلت نهار يتزوج بها غادي نعرف عاجي يتزوجوا. قالت لي غيزور. قلت لها لا يزور غيجيبها غير في راسه. قلت لها ما غاديش يقدر يتزوج عليها، عارف الموافقه بيدي. قالت لي ولكن هي الصقعره كيغدرك معاها. وقلت لها هي كترخص في راسها وانا كنعزز في راسي. وقالت لي الدور الايام يطلقك ويتزوج بيها، غدير شي حوايج اللي غادي يتعلق بيها، هي فارغه وما على بالهاش وباغا تنتقم. قلت لهم ولكن علاش غادي تنتقم؟ قالت لي مرات لوسي غتنتقم حيت حنا برجالتنا وحيت هي ضاع عليها راجلها، غادي تنتقم حيت حنا بخير وعلى خير وما خارجينش نخدمو ندوزو تماره وهي تضربها، حنا مرتاحات وهي ما مرتاحاش. قالت لي مرات لوسي هي عارفانا كيفاش عايشين هنا، اذا عارفانا راحه البال ديالنا وعارفانا ماشي مخصوصين. قلت ولكن علاش بدات بيا انا؟ قالت لي مرات لوسي بغيتيها تبدا بيا. قلت لها لا ما قصدتش هكاك. وقالت لي راه شافت راجلك مهلي فيك اكثر من اللي مهلي فينا حتى حنا. قلت لها دابا نتوما مثلا شي وحده ولات ارمله ولا مطلقه غنبان ليها غير انا حيت راجلي سخي اكثر من رجالتكم؟ قلت والله الا عيب وعار عليا. المهم قلت لهم العهد اللي توعدوني به هو انكم ما تجيبوش الخبار بلا انا عارفاها. عافاكم، خليها دير اللي بغات وخليه يدير اللي بغا، خليه يكون في بلاصه خوه ويعرف قيمه خوه.
المهم اللي بغيت نقول لكم واللي جرى ليا واللي وقع ليا ان العجوزه ديالي عرفات. عجوزتي الخير اللي ديري فيا خليني ندير راسي بلا ما عارفاش، خلينا عجوزتي نكبر بنياتي وولدي وندير علاش رجع. عجوزتي الا مشيت انا راه ماشي بحالها هي. انا واخا ما ناقصنا خير وما الحمد لله عائلتي بخير، صعاب كلمه طلاق ما تيبغوهاش. المطلقه في العائله ديالنا عيب ما كترجعش، واخا عند العائلات الاخرين عادي. قلت لها انا اللي بقى فيا الحال هو ان راجلي كيبغيني اللي هو ولدك، مغلي فيا ودير المستحيل على قبلي. مرات لوسي اللي هي صاحبتي دير ليا هكا، مرات لوسي اللي هي اللي جوجاتني ليه طمعات فيه وداتو ليا حيت الاجل ديال راجلها تقادا والاجل ديالي مازال. قلت لها خلي الغدار يبان فيها الغدر ديالها. انا دعيتها الله ودعيتها للعالي، كيف ما فسدت عليا حياتي وتبعاتني بغيتها عمرها ترتاح، بغيت الراحه تقلب عليها وما تلقاها، بغيتها تشوف الحياه من جهه اخرى وتكون عليها كحله. خليها عجوزتي وخلي ولدك وما دار فيا. بغيت اللي كيجي راجلي ما كنبين والو، تقريبا واحد العامين وانا صابره وساكته كنكبر في بنياتي وولدي. عامين والداخل ديالي قاهرني والداخل ديالي معذبني وما راضياش بهداك الشيء اللي كدير. عامين ما كتسول فيا، ما كتطل، ما كتقول مرات لوتي اللي صاحبتي اش حالها، عايشه الرفاهيه والحياه. كنشوف راجلي كيجي من عندها وكيدواش وفرحان وناشط. صار واحد النهار قال لي مالك مع صاحبتك، علاش درتي لها هذيك الحاله وبعدتيها، علاش نفرتيها؟ قلت لي علاش؟ قال لي حشومه عليك، حشومه عليك، خرجتي لها في حياتها، شوهتيها وليتي ما درتي لها في الخدمه اللي كانت خدمات، ولقيتها اللي باعت البغرير سلطتي عليها شمكاره تعداو عليها. اش دارت لك صاحبتك اللي هي مرات لوسك؟ قلت لي بغيت غير نفهم. قال لي هادشي اللي قلت لك هو اللي كاين، علاش تبعتيها وعلاش خليتيها تحقد عليك؟ قلت لي يا سيده فرحي، انا راه ما شوهتها ما تبعتها، بالعكس اعز انسانه ليا. قلت لي انا بالعكس نهار اللي سمعت الخبار والشوهه اللي دارت في الشركه بقى فيا الحال، وبقى فيا الحال ولات كتبيع البغرير ومسمن بعد ما عندنا نيفو اللي طالع، وبقى فيا الحال سيده فرحي الوقيته اللي تمنعت من الخدمه في هذه المدينه بالشوهه اللي دارت. قلت لي شوف ليلى طاح القلب على القلب غير بعد مني. قال لي كيفاش؟ قلت لي دليل ذلك انك كتدافع عليها واش انت كتبغيها، واش بينك وبينها شي علاقه؟ ياك ما كتغدر فيا درت راسي ما عارفاش، ياك ما كطعن فيا. قال لي جابت الهضره واليوم غادي نفاريها معاك. قلت لي كيفاش؟ قال لي انا بغيت نتزوج بها وانا عشقتها وتمنيتها ليا، وانا غراتني بجمالها وبالطيبوبه اللي فيها، وانا الشرع عاطيني نقدر نتزوج مرات خويا. قلت لي هو انا؟ قال لي ما يخصك خير، انتي مع امي وهي في الدار لهي. قلت لي هي راه كانت بحال اختي كيفاش تغدرني معاها؟ وقال لي نكذب عليك حتى انا راه كانت كتبان ليا مرات خويا المزيانه المعقوله اللي ما نوصل ليها، ولات كتبان ليا هي كل شيء. قلت لي طبيعه الحال تاع راسها دارت المستحيل باش تخليك تبغيها. قلت لي شوف انا راني كنت عارفه وما بغيتش نقولها لك على حسابي وليداتي، وما بغيتش نهرس هاد الشيء اللي بيني وبينك، مادام انت قلتيها انا غادي نقبل على زواجها، غادي نجيبها لهنا للدار تسكن معايا، وغادي نربي وليداتنا في دار وحده. بس ليا قدامي وبس ليا الراس ديالي وقال لي متالق قلال. قلت ليه بطبيعه الحال غير تسنى، غير تسنى على هادشي اللي دارت ليا لا انت لا هي، غادي نبالي بكم بجوج. جات امي وقلت لي هادشي، قالت لي مالك يا بنتي خليها بعيده عليك، مالك على هادشي علاش تقربي العافيه ليك؟ قلت لها امي غير خليها اللهم حدا عينيا، اللهم نعرف الشاده والفاده ولا تبقى هي لهيه. وقت لامي كل ما كان طلاق عيب في العائله ديالكم كاع ما ندخل لهذا الشيء كامل، نهز وليداتي وولدي ونطلب طلاقي ونبعد ونبدا حياه اللي جديده، ولكن ما عندي فين نمشي. امي تقلت جناحي حيت حساب لي الراجل في يدي وباغيني، وما ما نولدش معاها امي. وقالت لي بنيتي شوفي هذه هي الحياه، الوحده اللي كطيح كتبغي تطيح الناس اللي دايرين بيها، الحسد والغيره بنيتي عامين عينيها. طبيعه الحال بنيتي الوقيته اللي مات ليها الراجل راه تكفست عليها الايام وضاعت. قلت لها امي هي اللي بغات، قالت لي ولو تبقى معاك بنتي في الدار ما غاديش تحس الاحساس اللي حاسه به انتي،
هادشي علاش تلوات على الراجل ديالك الوقيته اللي كان يمشي يتقدى من عندها. المهم الوقيته اللي قلت لها عكوسي قالت لي عكوسي لا واهره ما نبغيش. قلت لها عكوسي انا باغا، قلت لها غير خليها حدايا. عيالات الواسي قالوا لي بعديها علينا. قلت لهم غتزوج براجلي، علاش غادي نبعد عليكم؟ مادام غتزوج براجلي اللي بغاتو راه بعيد على رجالتكم. عيالات الواسي خرجوا حيت كانوا بانين ديور ديالهم بعدوا، داو رجالتهم ومشاو. بقيت انا معاها، ارتاحيت وارتاح ليا البال ديالي. علاش؟ حيت المساحه بقات بيني وبينها واسعه. بقيت حداها في الشاده والفاده. ولكن النهار اللي تزوج بها قلت لها بغيت نهضر معاك. قلت لها واش انا كنت صاحبتك ولا عدوتك؟ قالت لي كنتي صاحبتي. قلت لها واش انا كنت مرات لوسك؟ قالت لي طبيعه الحال انا اللي جوجتك ليه. قلت لها ولكن علاش تبعتيني؟ علاش بان لك غير راجلي؟ على قلت الرجال. قالت لي راجلك زين ورزين ومهلي فيا ومهلي في بنياتي، تغريت به وبغيتو. قلت لها هو راجلك. قالت لي راجلي نسيت ومات ودفن تحت الارض، ما عندي ما ندير به ولا بالذكريات اللي كانت معاه. قلت لها ولكن راه حطمتي لي زواجي. قالت لي ما همنيش. قلت لها انا راه صاحبتك اللي كثر من اختك. قالت لي ما عقلتش عليك. قالت لي انا لقيت راحتي معاه ولقيته انسان مناسب ومهلي فيا. قلت لها بسبب التهليه دخلتي لحياتي سوسه؟ قالت لي اياه دخلت ليها بسبب الغيره، دخلت بسبب العيشه اللي انت عايشه وبسبب التهليه اللي مهلي فيك. قلت لها ولكن راه المرحوم كان مهلي فيك. قالت لي ما دامش ليا داك الشيء. قلت لها الرجال كاملين تقطعوا بالك غير راجلي. قالت لي هو القريب ليا. قلت لها ولكن راه تقاسمتي معايا انسان اللي كنت باغاه، انسان اللي ولدت معاه، انسان انت اللي وريتيه ليا النهار الاول. قالت لي ندمت كون يحسب ليا غيموت راجلي نخليه ليا. المراه حمرات فيه العين، المراه ولات كتبغيه اكثر مني انا، المراه تقربات ليه. ماشي مشكل. قلت لها دابا نكونوا خواتات ولا عدوات باش نقربها ليا؟ قالت لي لا اختي عدوات، مره عندك مره عندي، حنا ضريرات. قلت لها وصحبه الزمان؟ قالت لي مشات، ما كنعرفك ما كتعرفيني. تجي عندها امها ما بقاش كتهضر معايا. امها عرفات اش دارت فيا وما عقلاتش عليا. العائله ديالها عادي كيجيو كيطلعوا الفوق. انا مع عكوسي، انا غتقول لي المدلوله واش غادي ندير؟ انا لحد الان كنت حيره وما عرفتش اش ندير. انا بغيت غير نقربها ليا ونشوف الغدر بين عينيا. انا الراجل ديالي بحال ماشي هي مرات خوه. امه هبطت العين عليه، ما بقاتش عندها معاه. انا بحال هكاك. السيد اش غادي نقول لكم دارتو في ايديه بمعنى الكلمه، خليتها ليه. بغيتو يقنع منها وتقنع به. المهم انا راه وليداتي وداري. حتى لواحد النهار وهي تقول لي عكوسي شوفي نقول لك، ظلماتك صاحبتك اللي هي مرات لوسك، ظلماتك بنتي ومخلات فيك غير اللي ما نسات. كنشوف اش كدير مع ولدي وما عقلتش عليا انا اللي العكوزه ديالها، ما كتصبح عليا ما كتمسي عليا. ولكن شوفها بنيتي، الخوت راهم خرجوا من الدار وخلاو النصيب ديالهم ليا. قالت لي وانا دابا هاد الدار كامله راه ديالي يا بنيتي، وهو راجلك عنده واحد الدويره صغيره اللي كانت ساكنه فيها، وهذيك الدويره اللي كانت ساكنه فيها هي وياه راه ديالي انا بالاسم ديالي. قالت لي شوفها بنيتي الراجل ديالك راه ما عنده والو، كلشي عندي انا. قلت لها عكوسي انتي دابا عرفتيني وعرفتي موقع ليا. قالت لي بطبيعه الحال عرفت موقع ليك، عرفت الغدر اللي داير بيك. قلت لها راه ولدك زعما؟ قالت لي ولدي وما نحنش فيه. قالت لي ولدي طلع بحال باه. قلت لها ويلي باه راه كان معاك مزيان، شيخي مات وراضي عليك. قالت لي اييه. قالت لي اللي دار ليا شيخي راه ما داروش لك ولدي. قلت لها اش دار ليك؟ قالت لي ما مزيانش، كان كيسهر، كان كيبات برا، طايح مع وحده، الاولاد الثانيه تزوجت، طلقت. قالت لي شفت المعاناه اللي كثيره. قلت لها واش درتي ليه؟ وقالت لي طاحت فواحد المراه في الحمام وراتني كيد نسى، تقديت عليه، ديت ليه داك الشيء اللي عنده والمشروع ديالو تقاسمته معاه، فلوسو عندي وتا دابا ولا كامل ديالي. وراه ندام وكان غير طيش. وقلت لها بوسي انت عندكم الصبر؟ قالت لي ما كانش عندي بنيتي الصبر. قلت لها كون كان عندي الصبر ما نجمعوش حبو تبان كلشي يبقى ليا. وقلت لها دابا انا خالتي اش غادي ندير؟ ما عندي والو، واش ندير ولدك راه خدام وبخير وما ناقصو خير، والدار اللي كنتو مجموعين فيها كامله راه دابا ولات ديالك، اذا راه ما عنده والو غير خدمته. قالت لي شوفي بنيتي انتي ما غاديش تخرجي من هاد الدار حيت الدار داري، ولكن هو غادي نجري عليه. صافي عكوسي دابا بردتي ليا القلب. قلت لها كانت غادي ندير ليه بزاف الحوايج، قربتو ليا باش ناخذ حقي بيديا. قلت لها ولكن دابا عكوسي كيف ما قلتي جري عليه، خليه يخرج هو وياها، خليها تشوف كيفاش غادي دير الوقيته اللي يبقى معاها بلا دار بلا والو. قالت لي ولدي انا كيسمع ليا، ولدي انا بنيتي الا قلت لي عطيني لاكارت ديال البنك ديالو يعطيها ليا. قلت لها فرصه ومزيه. قالت لي شوفي غنديها ليه،
غادي يخدم وفلوسو غيجيو عندي، ولكن غير باش نطوعو، غير باش نبين ليه العيالات اش كيسواو. انا هي عكوسي غتبردي ليا الكلب، لقيتي اللي غتجري عليه ولقيتي اللي غيمشي للدار الاخرى غتقولي ليه انت لا. قالت لي الدار راه هو التكرات. قلت لها وين انا التكرات؟ قالت لي كريت كوني هانيه. ايوا واحد الصباح اللي هابطه كتفلعس وعيطات لها عكوسي باش تفطر، وانا لي على الصاحبه، وانا لي على الغداره، وانا اللي دوزت معاها سنين طويله قبل الزواج. اش دارت ليا؟ دخلات ضر عليا وما حناتش فيا، دات الراجل بين عينيا وما عقلاتش على السنين اللي دوزت انا وياه. لقيتها اللي نازله قالت لها عكوسي شوفي بعد ما فطرنا. قالت لها شوفي بنيتي، الضريرات في دار وحده صعيبه، كنخاف اللي تادي الاخرى. قالت لها ياها خالتي ولكن انا راه الفوق. قالت لها شوفي بنيتي دوزتي الاول وهذا راه الثاني، ولادي بجوج قرة العين ديالي، مادام بغيتي يلوسك انا غادي نقول ليه يخرجك من الدار، وحده تبقى هنا وحده ليه، وهذا هو القرار الاخر. هو قال لها امي علاش خليني نبقى هنا؟ قالت لي شوف ولدي العداوه غادي تولي حاجه اخرى، ربما المراه توصل لانها تقدر تقتل ولا تقدر تسحر ولا تادي وتضر، حيت ضرات صعيبه الصاحبه تكون ضره لصاحبتها، صعيبه مرات اللوز تولي ضره. ها ولدي راك ما عارفش راك تلعب بالنار. قال لها صافي امي نمشيو للدار الاخرى. قالت لي لا وليدي هذيك الدار تكرات لقيتها اللي جيتي هنا والفلوس زايده فينا. قال لها امي فين نسكن؟ قالت ليه مراتك هذيك وبنيات خوك اللي ولاو بنياتك تكلف بيهم. ايوا قال لها امي خليني هنا. قالت ليه لا، العداوه بين جوج ما قادراش عليها، وهادشي كامل تا انا زدت طيحت ليها في دماغها. هذاك الشيء اللي دار واخا هي ما اقتنعاتش وما بغاتش. اش دار السيد؟ اش قالت ليه؟ نمشيو لدارنا. داتو للحومه لعند والديها اللي قالت ليهم بلا ما طلعنا دار واحده اخرى. ولكن امو هضرات معاه بينه وبين راسو، قالت لي عطيني الكارت كيش يا ولدي، انت غتمشي عند نسابك ويدوروا بيك والماندا ما تبقاش ليك. راه وليدي هذيك الكارت كيشي نجمع شي على شي ونزيدك ونطلع لك دار اللي هي كبيره وسكن المراه الجديده فيها ومراتك خليها معايا. السيد طمع، السيد ما بقاش يشوف فيا، ما عقلش عليا. مرات لوسي اللي معمره ليه العين ديالو سكناتو معاه في الدار التحتانيه ديال والديها. السيد كيجي مره كيدي غير الفلوس المصروف، عاد بالو امو كتجمع ليه باش تشري ليه دار كبيره وتسكن مراتو فيها وانا تخليني باش تبعد المشاكل. شويه الفلوس ولاو يجيوها قلال، شويه تيقول امو شحال وصل الفلوس ديالي وزدت عليهم شي حاجه. هي دوك الفلوس اش غادي نقول لكم الا اللي دارتو ليا عكوستي تقولي سبحان الله. قصتي راها حقيقيه، قصتي راها من صميم القلب ديالي. عكوستي كانت بمثابه الام ديالي، وفي هذيك الايام امي ماتت ووصات عليا. عكوستي الفلوس اللي كتاخد من الراجل ديالي الا كتحولهم بسميتي غتقولي اش كديري، اش كتقولي بصح. هادشي اللي كنقول. الا الماندا ديال الراجل ديالي تتقولي عرق ولادك ما يضيعوش عند مرات لوسك اللي هي صاحبتك والسامه اللي هي مرات ولدي. هادشي اللي دارت لي عكوستي راه قليل العكوزات اللي كيديروه. قالت لي نوريه اش كنسوا ونوريه اللعب بنات الناس ونوريه هادي وهادي، ونوريها بنيتي بلا ما راه عاش لخوه وتزوج بمراته. كان يحسب ليا بلا ولادي كيبغوا بعضياتهم الساعه لا. تخيلوا ضيق عليه الحال وهي بغات تعصرو غير على حسابي باش يرجع لوليداتو وضد فيها هي، اما انا قلبي غسلت عليه. المهم اللي بغيت نقول لكم فلوس قلات وجا على الام ديالو قالت ليه باقي ما تجمعوش الفلوس. قال ليها راه ما بقاتش باغاني. قالت ليه هكا بينت لك الطمع يا ولدي، راها غير طامعه فيك وشافتك كيفاش معيش هادي. يا ولدي راه دخلت غير سوسه بين صاحبتها وما عقلاتش ليها حسب لك انت. اولدي هذه اللي كانت مع الراجل ومات خدات خوه فيها الخير، واخا هادشي حلال راه كاينه شي وحده اللي ما كتقدرش عليها ولكن هي دارتها. اولدي راه طريقها كحله بعد منها، طلقها ورجع لمراتك، طلقها ورجع لمراتك اللي اش غادي نقول لك حتى حاجه ما غادي تضيع عليك. حيت الفلوس اللي كانت كتحط ليا دارت ليا بهم محل، قالت لي بيعي وشري على الزمان وعلى الوقت بنيتي الا مت قبل فوات الاوان. هذاك الشيء اللي درت، هذاك الشيء اللي درت في حياتي هو اللي وصلت ليه. العجوزه واخا هكاك الدار ديالها وما بغاتش المشاكل تكون بعد الممات ديالها، صفات قبل ما تموت. الفلوس اللي حطات ليا ودرت المحل باعت واحد الارضيه وشرات الدار.
عرفتني انا بلا بنت الاصل، وعرفتني ما بغيتش نضيع هادشي ديال ولادي وما بغيتش نطلق. بقيت حاضنه ولادي وبقيت صابره على حسابهم وعلى الطلاق اللي عندنا عيب. المهم هذيك الدار طلعت اللي بالاسم ديالي، غتقولي اش هادشي غير بهذوك الفلوس والفلوس اللي زادت عليه معكوسي، ولكن راه ماشي شي دار اللي غاليه تقولوا لي اش كتقولي. بصح عكوسي دارت هادشي، وبصح الماندا ديال راجي دوزاتها ليا، وبصح دارت ليا المحل، وبصح باعت الارض وكملات ليا الدار على حسابيت ولادها، على حسابيت اليتامى. تقولي ودوك 3 يتيمات اللي من المراه الاخرى واش تهلا فيهم؟ تهلات فيهم، ما ضيعاتهمش، ولكن الام ديالهم ما كتحملهاش. غتقولي كيفاش؟ اش وقع؟ هذيك صاحبتي اللي ما كتسواش واللي طلقها الراجل ديالي واللي كانت غير طامعه وتعصبات، خرجت للطريق. الوقيته اللي خرجت الطريق حتى هي راجعه دارت سكسيده، الطوموبيل اللي فيها البنات والولاد مشات وخلات البنات. انا هنا اش غادي نقول لكم؟ طلباتني عكوسي باش نربي البنيات، ما قدرتش، ما عنديش استطاعه. قلت لها عكوسي ما غاديش نقدر، غير ديري الحل ليهم. ما بغيتش نضيع حياتي، ما بغيتش نربي بنات وحده اللي ظلماتني واللي دخلت عليا ضره، وخا البنيات ما عندهم ذنب، بنيات تفرقوا على اللواس، انا ما ديت حتى وحده. عكوسي قالت لي من حقك ما تاخديهاش لان الجمره شاعله في قلبك. صافي اللي بغيت نقول لكم، بقيت مقابله المحل ديالي وحياتي ومهتمه بها. بطبيعه الحال بركابي راه معايا، طبيعه الحال بركابي راه تقرب ليا، طبيعه الحال بركابي ندم على ما دار، عرفهاش كتسوى، لكن حتى انا عرفت واش كيسوى. حتى انا خليته طلب لتقرقيب بصفحه وكانت من الماضي. حتى انا ما بغيتش عاطيه الاهتمام، مهتمه غير براسي. ولكن المراه فاش كتغدر وتخان وكتحط شي حاجه بالملك ديالها راه ما كتعقلش على بركابي. انا اللي بغيت نقول لكم قبل ما تموت الحاجه، قسمات الدار والنصيب كل واحد عطاتو لواحد حتى نهار اللي توفات. لقيتها اللي توفات كل خدا نصيبه، ولكن غير ماتت قلبت وجهي عليه. تقولي كيفاش؟ ما بغاش تنسى ليا الماضي اللي جمع بيني وبينه، ما بغاش تنسى ليا الحياه المره اللي قاسيتها بسبابه، ما بغاش تنسى ليا الوقيته اللي كانت صاحبتي بين احضانه، ما بغاش تنسى ليا الوقيته اللي انا كنبكي في الدار تحت وهو كيشطح وكيردح وكيغني وفرحان مع مرات خوه. انا ما بغاش تنسى ليا بلا صاحبتي دارتها بيا، وبلا صاحبتي طعناتني وخا ماتت موته اللي كانت خيبه وقويه بالنسبه ليها. ولكن المراه كتبقى المراه، عمر الجرح ما كيتنسى. حاولت اني نبدا معاه صفحه جديده، حاولت اني نقرب ليه ولكن ما قدرتش. طلقت انا وياه. الوقيته اللي طلقت انا وياه مشى لاوروبا ولكن بصعوبه، دار فيزا من الخدمه ديالو، ولكن ما بغيتش ننسى ليه. كيطلب فيا باش نرجع ليه ونبقى ليه، وانا درت كروه عليه. بديت حياه اللي كانت جديده، حياه غادي نربي 2 بنات وولد، حياه غادي ما نبقاش نطيق، حياه غادي ندخل سقراتي، حياه ما ناديش، ما نشوفش شي راجل وندخل ضرر على مراتو، حيت عشت هذاك المرار اللي انا نعيشو لمراتو. اما هو بدا حياه جديده، خدا كاوريه تزوج بها، ولا كيجيب واحد 2 ولاد صفرين تيدخلهم ويمشيو بحالهم بحال امهم، ولكن انا ما عندي ما ندير به. ولكن ولادي كيشوفوه، ما بغيتش نفرقهم عليه، اما انا درت كروه عليه. وهذه حكايتي اللي وصلت لكم على الصاحبه الغداره، على اللوسه اللي على المراه اللوس اللي ما كتسواش، على الجاره اللي جوجاتني لوسها، لقيتها اللي مات راجلها طمعات فلوسها، لقيتها اللي شافت حياتها تقردات دارت بيا ما عقلاتش عليا. بنت حومتي يا حسره، رفيق الدرب ديالي كيف ما تيقولوا، بنت الجيران من الصغر حتى الكبر. لقيتها اللي تزوجات حطتني حداها، ولكن لقيتها اللي مات كرفساتني. ماشي غادي نقول لكم ساهل هادشي اللي سمعتوه، لا راه صعيب عليا وداز بالمرار، ما دازش بالساهل. حياتي تكفسات، ولكن عكوسي وقفت معايا اللي الله يرحمها والله يكثر مثالها، واللي بالضبط حكيت حكايتي باش نقول لكم بلا العكوزات راه ماشي كلهم مشرارات، بلا العكوزات راهم حكيمات ورزانات، ماشي كلهم مشرارات وخفافات. بلا العكوزه اللي تا هي في الصغر ديالها كيدوز عليها ما داز على الكنه ديالها كتوقف معاها، حيت هي ما نساتش ما دار ليها راجلها. هادشي علاش انا دارتني بحال بنتها ووقفت معايا، والحمد لله خير فايض عليا بفضل الله وبها هي. وهذه هي خلاصه حكايتي. اعزائي الكرام، الصراحه اش غادي نقول لكم قصه واش من قصه، كنتمنى تستافدوا منها وتاخذوا منها عبره. اللي بغيت نقول لكم على مجرى يعني واللي سمعتوه، بان الثقه ما بقاتش، وبان لا ثقه في بنات عتيقه، وبان مرات لوسك كتبقى مرات لوسك فيهم وفيهم. ولكن هذه بالنسبه ليا بحال الصاعقه، يعني باش صاحبتها هي تزوجها لوسها، وباش لقيت اللي موت راجلها طمع فلوسها. ناري راه كل كيضرب على راسو في هذا الزمان. الله يبعد علينا الشر هذا النوع ديال النساء، الله يبعد علينا هذا النوع اللي كتفكر بهذه الطريقه عقليتها بحالها. المهم بلا ما نزيد نكرر لكم، بعد ما سمعتوا الميساج راني فصلت لكم، والعبره بين يديكم.
كنتمنى تستافدوا منها. مع السلامة وإلى قصص أخرى. دمتم في رعاية الله. أحبكم في الله.